It started with nothing. Just a ball, a street, and a heartbeat. Back then, football wasn't a business. It was a breath of freedom. Played in dust, in mud, under rain. No cameras, no fans, just passion. But something happened. The world saw it, felt it, needed it. And slowly, it grew. From the alleys of yesterday to the arenas of today, football became more than a game. It became the voice of the people, their pride, their joy. Because in 90 minutes, a nation can dream. And in one goal, a world can erupt. This is football, and it never stops. ازيكم يا فنانين؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كنت عملت قبل كده فيديو نايكي كان طلع معايا ترند على الانستجرام وعلى التيك توك، وتقريبا جاب لي حوالي 600 او 700 الف فيو. دلوقتي هعمل لكم بريك داون على البريمير والافتر افكتس للمشروع بالكامل. هنحلل مع بعض كل حاجه ونشوف الفيديو ده اتعمل ازاي من الصفر لحد الاخر. فتعالى بقى دلوقتي ننتقل على البي سي. يلا بينا بقى يا فنانين دلوقتي نبريك داون المشروع على البريمير والافتر افكتس. طبعا انتوا شفتوا الفيديو في البدايه، فيعني مفيش اي داعي ان احنا نشغل خالص الفيديو الا في الحتت بس اللي احنا هنعملها بريك داون. تمام. طبعا ما تنسوش تعرفوا تفاصيل كورس المنتج المتقدم، احنا بنشرح فيه كل الكلام ده بالتفصيل. احنا مش بنشرح فيه الكلام ده بس بالتفصيل، احنا بنعمله مع بعض في ورش من الصفر. هتلاقي بقى يعني 4 ورش موجود فيهم كل حاجه. ورشه الفورمولا، ورشه كلها ترانزيشنز وافكتس بس اشهر حاجات موجوده في العالم، وفي ورشتين تانيين كمان بنشتغل على البريمير والافتر افكتس. مستواك بعد الكورس مش هيبقى مستوى عادي، هيبقى مستوى عالمي. تمام. واعلى من المستوى اللي احنا بنشرحه ده بمليون مره باذن الله. في البدايه كده اي حاجه طبعا باللون الاحمر ده، فده كده لينكد كومبوزيشن ما بين البريمير والافتر افكتس. تمام. هي لو انتوا كده ايه لاحظتوا هتلاقوها مش شغاله عندي، لان غالبا اتمسحت من عندي، لان انا كنت ناقلها على هارد خارجي وهكذا. يعني اي مشروع بيقعد عندي فانا بنقله على هارد خارجي، فطبعا ايه اوقات بكون مسح حاجات، اوقات بكون مخلي حاجات. فده طبعا مشروع ما كانش اوفيشال، فعشان كده ما كانش فارق قوي معايا، بما اني خلاص بقى معايا النتيجه النهائيه. لو كبرنا كده او صغرنا كده تعالى كده نكبر شويه. طبعا اول حاجه هتلاقي هنا عندي البدايه بتاعتي اللي هي كانت دي. It started with nothing. ساوند افكتس تحت بعض. تمام. ولقطات كلها جنب بعض زي ما هتشوف كده بالظبط. تعالى كده نشغل دول اهي، كلها عباره عن صور موجوده جنب بعض، وعملت بيهم الترانزيشن اللي انت شفتها في البدايه دي. كل واحده فيهم انا واخد منها كام فريم مثلا. بص لو مشيت كده بشيفت هتلاقي واخد منهم تقريبا حوالي 1 2 3 فريمات، 3 فريمات، 3 فريمات، 3 فريمات، 3 فريمات. وكل دي عباره عن صور. الاول ده بس الاثنين اللي في الاول دول فيديوهات، بعد كده بقى صور 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 صور. عملت بيها ترانزيشن اللي هو بتاع الماتش كات على شويه ساوند افكتس. تعالى كده نعمل سولو لده مثلا واسمع الشاتر ساوند افكت. فالشاتر ساوند افكت لما انت بتعمل لهم لايرنج او بترتبهم كطبقات تحت بعض فبيديك اللي هو الصوت ده. تمام. الحركه اللي انت شفتها دي عباره عن استوديو ريفيرب، اللي هي الصوت قبل وبعد بيبقى فيه حاجه زي ايكو او بيبقى فيه صدى صوت، فحطيت لهم شويه استوديو ريفيرب بسيط قوي. وهو ده الاستوديو ريفيرب. هنجيبه مثلا من هنا في الافكتس، هنكتب استوديو ريفيرب. اوقات بعملها من هنا واوقات بعملها من الاوديو تراك ميكسر. تمام. فهو ده الاستوديو ريفيرب. شايف بيدي صدى صوت او ايكو كده، بيبقى بصراحه شكلها سينماتيك في النتيجه النهائيه. طبعا هي الحته اللي في البدايه دي خلاص كده الهوك اللي انا جذبت الناس بيه ان هي تكمل الفيديو. وبعد كده باجي هنا عملت ترانزيشن خفيف جدا، مفيش اي سحر في الموضوع بسيط قوي. هنا بتكلم على حاجه تاريخيه. تمام. فقمت حطيت اللي هو الفيلم فريم، او بيبقى اسمه 9 مللي او 8 مللي او 7 مللي، هتلاقيها حاجه 0.7 مش عارف ايه. ده اسمه سينماتيك بي ان جي. فبص كده هعمل له ريفيل ان بروجكت ونشوفه. دي حاجه متوفره عندنا في مكتبه المونتاج اللي هي الفريمز او الماتس. هتلاقي فيه السينماتيك، هتلاقي فيه الادجز، في مثلا حاجات زي كده. تعالى مثلا ناخد حته صغيره منها ونشوف. في مثلا حاجات شبه كده بالظبط. تمام. في حاجه تانية زي كده الراوندد، في حاجه زي السكوير اللي هي دي. بص السكوير بتبقى عباره عن مربع وبتتحكم طبعا فيهم براحتك خالص. With nothing. Just a ball. كل دي عباره عن ستوك فوتج. تمام. الستوكات اللي هي بتاعه الشخص ده مثلا دي ستوك فوتج تقريبا كنت جايبها من بيكسلز او من اليوتيوب، حاجه من الاثنين. ستوك فوتج برضو نفس الكلام. هنا الفكره كلها اللي انا كنت عايز، هو بيقول لك ايه؟ Just a ball. بيقول لك جاست بول. فانا كنت عايز اجيب لقطات لناس بتلعب بالكوره.
بس الموضوع ولا اكتر ولا اقل، وكله معتمد على الستوري بورد. فهو بيقول جاست بول، مش عارف ستريت، مش عارف ايه. فانا بجيب فوتج للحاجه اللي هو بيتكلم عليها. اسمع تاني. Just a ball. ودي برضه نفس الكلام، كانت من على اليوتيوب وكانت حلوه عشان كان فيها اللوجو بتاع نايكي واحنا بنتكلم على نايكي، فيعني ميك سنس. وفي الشوتايه دي كنت عامل شويه سلو موشن، وكنت عامل حاجه اسمها راديال بلور من على الافتر افكتس. افكت بتكتب بس ايه، تعالى هنا كده هنجيب مثلا الكومب ده. تعالى مثلا نجيب الكومب ده، هو ده الراديال بلور. لو دوسنا عليه كده وفتحنا الافكت كنترولز فهتلاقي اسمه سي سي راديال بلور. انا بعمل مثلا الاماونت 3 4 في بعض الحالات 5. بس بص مثلا لو خليتها 10 هتبوظ خالص، لان هو بياخد فريمات وبيعمل لها بلندنج مع بعض بالشكل اللي انت شايفه ده. فما تافورش قوي في الراديال بلور، عشان بلاقي في ناس مزودين فيه. لا، هو 3% 5% هيبقى زي الفل عليه. بعد كده هنمشي شويه تانيين. تعالى بقى نبريك داون الساوند ديزاين للحته دي. هنسمع كده. Just a ball. هنا في وش تمام للواد اللي هو هيشوط الكوره ده، فانا عامل وش. Nothing. Just a ball. ممكن نسوله مثلا الحته دي ونسمع. هنا كان في الامبينس اللي هي اصوات الطبيعه، صوت البحر، صوت الطيور، صوت الامواج بتاعه البحر، صوت الاطفال اللي بيلعبوا كوره اللي هم وراه. في قاعده في الساوند ديزاين بتقول لك ان انت مش لازم تساوند ديزاين اي حاجه انت بتشوفها بس في المشهد. يعني انت لو شفت مشهد زي ده فهيبقى منطقي جدا ان انت تعمل ساوند ديزاين بناء على الحاجه اللي عندك في المشهد. بس انت مش لازم تعمل ساوند ديزاين للحاجه اللي عندك في المشهد بس، انت ممكن تساوند ديزاين حاجات تانية مش موجوده في المشهد بس منطقي ان هي هتبقى موجوده. يعني احنا مثلا دلوقتي مش لاقيين عصافير او حمام او طيور النورس، بس منطقي ان هيبقى فيه في صوت الخلفيه طيور النورس او صوت امواج او اي حاجه، بس مش لازم تبقى شايفها فعليا في المشهد. الصوت ده كنت مستخدمه اللي هو اللي هو صوت الجرس ده عشان الحته اللي هي بتاعت الكوره دي. اسمع كده تاني. كانت لايقه قوي بصراحه عليها فاستخدمتها. هنكمل كده. طبعا بص اللايرز، تعالى كده نكبر شويه هتلاقي اللايرز عندك بالشكل ده. ونكمل. The ball. The street. كل دي لقطات ورا بعض، واخد بس منها كاتس سريعه ما فيهاش اي حاجه يعني غريبه. تمام. وهنا بيقول لك ستريت مش عارف ايه، فانا جبت اطفال بيلعبوا، وبعد كده اطفال بيلعبوا في الشارع، حاجه بس مناسبه اللي بيتقال. اوفرلاي اللي هو بتاع القلب ده، واستخدمت تحته قلب. كنت منزل فيديو تقريبا من على انفاتو او حاجه. فكلها برضو حاجات بسيطه، يعني هي عايزه منك ان انت تعمل ستوري بورد شويه. Back then. هنا الشوتس اللي فاتت دي Back then. معموله كده عن طريق السبيد رامب او التايم ريمابنج على الافتر افكتس. عامل لهم سبيد رامب بالافتر افكتس بس كده. It was a breath. هنا انا عملت هنا حاجه اسمها الكروس كاتنج. اتفرج كده على الحته دي تاني. الكام شوت اللي هم في النص دول، تمام، انا عملت بيهم ماتش كات وعملت ستايل اسمه كروس كاتنج. الكروس كاتنج ده بيبقى معناه ان انت عندك شوت A وشوت B، في النص في شوتس هي مش عشوائيه، هي بتكمل القصه بس هي ملهاش علاقه قوي 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 بشوت A وشوت B. فمثلا زي ما يكون واحد بيتكلم في الموبايل، فالمنطقي ان انت هتجيب الشخص اللي بيتكلم في الموبايل مع حد تاني، فهتجيب اللقطه بتاعتي انا كاحمد اهو بتكلم في الموبايل، وهتجيب لقطه لحد تاني بيتكلم في الموبايل. بس الكروس كاتنج بقى لما اجي احط لقطه في النص، الشارع مثلا اللي انا ماشي فيه، او عربيه بتعدي من الطريق، او طائر مثلا بيعدي في السماء اثناء ما المكالمه شغاله واثناء ما انا بعرض المشهدين. هو ده الكروس كاتنج، او اسمه القطعات المتبادله او المتقابله. تمام. وده الستايل ممكن في الاغلب هتلاقيني بستخدمه في اللي انا اعمل ترانزيشن ما بين حاجتين. بص انا مثلا هنا عملت بيه ايه، يعتبر عملت بيه ترانزيشن الى حد ما عن طريق ان انا عملت ماتش كات على الكوره ذات نفسها. ايه التكنيك اللي احنا استخدمناه؟ ان احنا جبنا المشهد الاول ده، وبعد كده بص المشهد الثاني بعديه على طول عملت ايه، جيت هنا كده بالموشن، وبعد كده قللت شويه الاوباستي، وشفت مكان المشهد الاول فين، ده المشهد الاول، وقمت جاي معلي كده شويه الاوباستي مع المشهد الثاني، وقمت جاي حركت الكوره في نفس المكان اللي موجود فيه بالظبط الكوره في المشهد الاول. وابتديت بقى ان انا اكبر واصغر على حسب ما هتتسنك معايا، او على حسب ما تظبط معايا. وبعد لما خلصت خالص قمت عليت الاوباستي بتاعت الحاجه، والموضوع كله خلص. طب هتقول لي يا احمد انا جيت اسنك الكورتين مع بعض
ما بين المشهد الاول والمشهد الثاني، بس هي اكتر ظبطتها معايا اللي هي بالشكل ده كده. فهل الموضوع هيبقى عادي؟ هقول لك هيبقى عادي، مفيش اي مشكله طول ما هي فاست كات، فمش هتبان. يعني انت اتعامل براحتك، محدش هيعلق لك المشنقه في اي حاجه. It was a breath of freedom, played in dust. ده الكروس كاتنج اللي انا بكلمك عليه، اللي هو في الحته دي. شايف ده مشهد هو ليه علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، بس ملوش علاقه قوي بالشوت دي اللي هي شوت A او شوت 1 وشوت 2. بس بص لو تاخد بالك عمل ترانزيشن حلوه ما بين الاثنين. بص عمل ترانزيشن حلوه ما بين الاثنين وبعض. Freedom, played in dust, in mud, under rain. تمام. Rain, no cameras. طيب انا في الفيديو ده اعتمدت على حاجه مهمه قوي، وهي ان انا اخلي الناس تتعلق بالفيديو على قد ما اقدر، عن طريق ان انا اجيب صوت عصام الشوالي، اساوند ديزاين بيه الموضوع، صوت مثلا رؤوف خليفه، اجيب جماهير الاهلي، اجيب جماهير الترجي، اجيب جماهير الهلال، وهكذا. فانت بتلاقي ان كل جمهور انا بستهدفه بيسمع صوت المعلق بتاعه، او بيشوف الفوتج للفرقه بتاعته، فبيتعلق بالفيديو اكتر، حتى لو الفيديو مش هيبقى مبهر قوي بالنسبه له. فوانس مثلا ان جماهير الاهلي المصري شافت الاهلي عندي في الاعلان، او سمعت صوت عصام الشوالي بيتكلم على الاهلي، فهم كده هيتفاعلوا معايا على الفيديو 100%. اسمع كده تاني. No cameras, no fans. الشياطين الحمر. وبعد كده ايه، عملنا زوم ان كده سريع. بص مفيش اي حاجه فيها اي مشكله. زوم ان سريع بس عن طريق ترانسفورم. تمام اهو كده ترانسفورم. وبعد كده برضو اللي بعده نفس الزوم ان. كل الفكره ان احنا بنعلم على البوزيشن، بنعمل كي فريمز البوزيشن والسكيل مع بعض، وبعد كده بنخليهم بنعمل الشطر على 360، وبنشيل اليوز كومبوزيشن شطر انجل عشان يعمل لنا البلور. بص لو عليت اكتر هتلاقيه بيعمل لي بلور اكتر، لو قللت الشطر انجل بتلاقيه بيعمل بلور اقل. فنفس الكلام شويه لقطات ورا بعض. بص خليتهم بنفس الاتجاه، ده الاهلي وده تقريبا الاهلي، او ده تقريبا الوداد المغربي، او اسمه ايه الترجي التونسي، مش عارف والله. وبعد كده قلت اجيب اللقطه دي شويه مثيره للجدل، ولقطه تلفت العين لان فيها جماهير بيقتحموا الملعب. واعتقد ان انا مش متابع جيد للكوره، بس اعتقد ان هي لقطه مشهوره قوي في عالم كره القدم، فعشان كده قلت استخدمها. تمام. وانا لما باجي استخدم اي احداث تاريخيه او استخدم انسرتات او اضافات في النص، ففي الاغلب زي ما قلت لكم بستخدم معاها الفريم اللي هو بتاع الفيلم فريم. تمام. لان هو بحس ان هو بيخلي الشخص يفوكس او يركز اكتر في المحتوى بتاع الفيديو او في الحاجه اللي انا مثلا عندي كل الفيديو عادي خالص، لما اجي اكسر القاعده دي باللي انا احط لك الفريم اللي هو بتاع الفيلم فريم، فانت هتحس ان الحاجه اللي انا بعرضها لك دي ليها اهميه. هنكمل كده. Just passion. But something happened. The world saw it, felt it, needed it. تمام. اللقطه دي عباره عن شويه ماسكات. تمام. ماسك كده مع كروس ديزولف بسيط قوي، يعني ما فيهاش اي تكنيك او اي حاجه، وده كده شوت جاهز. تمام. اللقطه اللي بعد كده اللي هي دي معموله على الفوتوشوب، يعني دي كان ممكن نعمل لها بريك داون على الفوتوشوب، بس هي كل الفكره بتاعتها ان احنا بنيجي هنا كده وناخد منها نسخه كمان ونحددها كلها ونعمل لها انيبل. كل الفكره بتاعتها ان احنا بنعمل الصور دي على الفوتوشوب، بنيجي ناخد سكرين شوت من كل حاجه وحاجه، وبعد كده بنيجي نكريت الصور دي على الفوتوشوب. لو انت لاحظت هتلاقي ان هي الصور دي اي حاجه في اي حاجه، مش مهم الصور دي ايه، بس طول ما هي سريعه ورا بعض فما فيش حد هيحاسبك ولا حد هيركز في اي حاجه. وبنبتدي بقى ان احنا نحرك الصور دي على حسب الكوره بتتحرك فين بالظبط، بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. في حاجه بتحصل زي كده قدامك في الفيديو، فانت بتحط لها الصوت اللي هو بتاع الشاتر ساوند افكت اللي هو الصوت ده. تمام. طبعا كل الاصوات وكل الحاجات دي موجوده عندنا في المكتبه، كل الترانزيشنز اللي انت شايفها في الفيديو، اي حاجه انا بستخدمها في الشغل بتاعي فموجوده في مكتبه المونتاج. هنكمل كده نسمع بس اللقطه دي. It grew. هنا انا كنت معتمد في الاعلان ده بنسبه كبيره قوي على الماتش كات، عشان كنت عايز الشخص يركز قوي في الاعلان على الماتش كات. الماتش كات كله عباره عن، بص كده لو دخلنا اللقطتين ورا بعض هتلاقي اللقطه الاولى دي تمام مع اللقطه الثانيه، والاثنين في نفس المكان بنفس التكنيك اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده بالظبط، مفيش اي حاجه صعبه يعني. بس جيت لو انت اللقطه دي بالابيض والاسود عشان اكسر شويه الروتين. هنكمل. طبعا هنا في الاعلان ركزت ان انا استخدم شخصيات كل الناس بتحبها، رونالدو، ميسي، صلاح. فكل واحد
من الناس اللي هتشوف الفيديو بيحب شخص معين، فهيدخل يكتب كومنت او هيدخل يعني مشاعره هتتحرك، فهو هيتفاعل مع الاعلان عندي على السوشيال ميديا، على الانستجرام، على الفيسبوك، على التيك توك، على الفيسبوك، في اي مكان. تمام. وهنا كان لازم اجيب صوت جماهير، فبص تقريبا ده صوت المشهد الاصلي. تعالى كده نشوف الصوت ده صوت ايه. بص وشوف صلاح يعمل ايه. بص وشوف صلاح هيعمل ايه، بس ما كانتش ظاهره قوي يعني، ما ركزتش عليها قوي. بص اللي قبليها صوت جماهير. It grew from the alleys of yesterday to وبعد كده نيمار، وبعد كده نفس الحركه اللي انا قلت لك عليها، بس انا عملتها هنا بشكل مختلف خالص، اللي هي ترانزيشن ما بين، بص ترانزيشن ما بين المشهدين، ما بين مشهد نيمار وكريستيانو. واللي في الجنب ده برضو اعتمدت في الاعلان زي ما اعتمدت على الماتش كات، فاعتمدت على الراديال بلور. football became more than a game. هنا بقى ده تقريبا بقى الوداد المغربي بقى بجد، عشان عمال من الصبح اقول الوداد او الترجي التونسي. المهم هنا استخدمت ميسي. تمام. هنا بيقول لك الارجنتيني هو البابا، فقمت جايب الشوت بتاع ميسي. A game. وهنا قلت لازم استخدم شوتس للجماهير عشان الناس تتعلق اكتر، كل واحد هيشوف الجماهير بتاع بلده هيتبسط. فاستخدمت الراجل ده اللي هو مدرب مشهور جدا، بس انا مش عارف هو مين، عشان انا قلت لكم انا مش جامد في الكوره. واستخدمت الجماهير دول. تمام. ده تقريبا كان من كاس العالم بتاع قطر. وبعد كده ده انا عارفه بقى زين الدين زيدان، فاستخدمت زين الدين زيدان بما ان هو ليه جماهير كتيره جدا. تمام. انا هسمع الاعلان كده من بره هنا عشان المشروع طبعا فيه حاجات كتير ناقصه. From the alleys of yesterday to the arenas of today, football became more than a game. It became هنا برضو نفس الكلام. بص استخدمت جماهير لكل حاجه. بص جماهير لكل حاجه. the voice of the people, عملت بيها برضو الماتش كات اللي ورا بعضه ده. their pride, their joy. وبعد كده استخدمت اللقطه اللي هي بتاعت لقطه ريليفنت شويه او لقطه حديثه شويه بتاعت رونالدو، فبرضه الناس تتعلق بيها قوي لان حاليا كل الناس بتتابع رونالدو وهو بيلعب في السعوديه. Because in 90 minutes, a nation can dream. تعال بقى نرجع للبروجكت بتاعنا تاني عشان نشوفه على ارض الواقع. هنا بقى نفس الكلام، مفيش ولا اكتر ولا اقل، اللي هي اللقطات اللي هي الجانبيه دي او اللقطات اللي هي مش اساسيه عندي، الانسرتات او الاضافات اللي بتكون في النص دي، فبحط عليها نفس الكلام الفريم اللي انا قلت لك عليه. هنا ترانزيشن عادي جدا جدا جدا، اللي هو ترانزيشن اللي محطوط هنا ده عباره عن ترانزيشن جاهز برده موجود في المكتبه. تمام. بيعمل حاجه زي سلايس او بيعمل حاجه زي سلايد داون. بص بالشكل ده كده. 90 minutes, a nation can dream. And it هنا بقى هتلاقي ايه كله هنا مدينا اوف لاين. تعال نكمل من هنا مثلا كده. the world can erupt. اللي فات ده كان عباره عن كاميرا شيك، هي الفكره كلها اللي انت بيبقى عندك الشوت عاديه خالص، وهكتب هنا عندي في الافكس كاميرا شيك، وبعد كده بنزل الكاميرا شيك على الحاجه اللي عندي، فبتقعد تهز الشوت زي ما انت شايفها كده بالظبط. الشيكنج عادي جدا او عباره عن افكت عادي جدا، برضو موجود في المكتبه. World can erupt. This is football. هنا مفيش اي سحر خالص، هنا برضو الموضوع بسيط جدا عشان الناس برضو كتير بتحبه. هنا احتفال السعوديه بعد ما جاب الجون تقريبا في الارجنتين. This is football. هنا عباره عن شوتين حطيتهم فوق الشوت الاساسي وعملت بيهم حاجه زي ماتش كات، بس عملت له لينير وايب. اللينير وايب سهل جدا برضو، ما فيهوش اي حاجه خالص. هنكتب هنا في الافكس لينير. تمام. هيجي لك اللينير وايب اهو. لو انا عايز احطه على اي شوت، باجي مثلا لو انا عايز احطه على الشوت ده انزله على الشوت دي كده. تمام. وعادي جدا اهو، ده كده اللينير وايب ترانزيشن عادي جدا جدا، بس اهم حاجه ان انت تعرف ازاي تستخدمه بشكل كويس. And it never stops. وبعد كده هتلاقي ان برضو نفس الكلام الراديال. And it never stops. تمام. وهنا سبيد رامب في الاخر خالص معمول عن طريق الافتر افكتس. تعالى كده برضو نروح للافتر. ماشي. هنفتح التاني بقى على طول ونيجي مثلا عند ويندو كده نعمل ريست. تمام. اهو التايم ريماب. تمام. وتعالى كده ندخل على الجراف اديتور. ده الجراف اللي انا كنت مستخدمه وكنت مطوله شويه عشان الشوت اللي كانت هتيجي بعده اللي هي دي، اللي هي ات نيفر ستوبس دي. تمام. الفكره اللي هي بتاعت ات نيفر ستوبس دي انا بصراحه ما فكرتش فيها كده، ما جاتليش كده. انا قلت انا عايز استخدم حاجه زي ما نايكي بتعمل، فدخلت على اليوتيوب شفت التشانل بتاعت نايكي، فلقيتها مستخدمه كل السلوجان او كل العناوين بتاعت فيديوهاتها بالشكل ده.
بعد لما بتديك السلوجان بالشكل اللي قدامك ده بتحط لك كام شوت في النهايه خالص، فحطيت الشوتس دي. شوتات غريبه عشوائيه، انت بقى باختيارك اعمل اللي انت عايزه. وبعد كده في الاخر خالص اللوجو بتاع نايكي. هنا بقى كل الساوند افكتس عندك عباره عن طبقات تحت بعض، صوت معلق، صوت الفويس اوفر. انا كنت مستخدم هنا ميوزك بس انا مش عارف بصراحه الميوزك راحت فين. هتلاقي مثلا الحاجات اللي هي بتاعت الشاترز مستخدم كذا حاجه مختلفه من اللي موجودين في المكتبه. صوت الوشز، واحد بيلعب بكوره بيشوط كوره مش عارف ايه، فهتلاقي هنا مثلا بص صوت الوش ده، صوت وش ده صوت هات. تمام، تعال نشوف مثلا اصوات الوشز. صوت وش اهو. وفي الاعلان ده كان مناسب قوي ان انا احط هيتس، احط امباكس كتير، احط داونرز في الحاجات اللي هي فيها سلو موشن، وعلى شويه لقطات للانديه اللي احنا بنتكلم عليها او للحاجه اللي احنا بنتكلم عليها او للجماهير اللي احنا عايزين نستهدفهم. تمام، على حسب الستوري تيل او الستوري بورد اللي احنا هنشتغل عليها. بس كده يا شباب، هو ده الموضوع كله، وهو ده المشروع اللي طلع معايا فايرل على الانستجرام. وما تنساش طبعا الحاجه الاساسيه، اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو واكتب لي تحت كومنت عشان تشجعني ان انا اكمل لكم في المحتوى اللي انا بعمله ده. والسلام عليكم.